خطوبة ليلى زاهر على هشام جمال بتشهر مواقع التواصل الاجتماعي، ويلا بينا نشوف تفاصيل الخبر. والخبر بيقول ان الفنان احمد زاهر نزل بوست على صفحته الشخصية متصور مع اسرته كلها ومعاهم هشام جمال وليلى زاهر في النص لابسة فستان ابيض جميل زي ما انتم شايفين كده، وبيقول الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. تم قراءة فتحة ابنتي ليلى زاهر على المنتج والفنان هشام جمال. ومن المعروف ان ليلى زاهر وهشام جمال بتجمعهم علاقة صداقة قوية جدا، مش بس كده لكن كمان اشتغلوا مع بعض في كذا عمل، وكمان كونوا ثنائي ناجح جدا ورائع جدا من خلال عملهم مع بعض، لدرجة ان في ناس كتيرة جدا كانت بتتوقع ارتباطهم من زمان، وكانوا دايما بيسألوهم انه هل في فعلا حاجة بينهم ولا لا، وهم دايما كانوا بينفوها، لكن كانوا بيقولوا ان بتجمع تعمل الدور دي ولا دي غلبانه، شكلها غلبانه قوي، بس طلعت شاطره ما شاء الله. ماشي، كل واحد فيكم يقول 3 حاجات مشتركه بينكم انتوا الاثنين كاصدقاء غير ان انتوا بتمثلوا وبتغنوا. احنا الاثنين في اكل كتير بنحبه مشترك. دي حاجه. ذوقنا في المزيكا والاغاني شبه بعض، يعني غالبا الاغاني دي حاجه انت عمرك ما قلتها. بس دايما الاغاني اللي هي بتبعتها لي مثلا اسمع الاغنيه دي بتعجبني، وده مش العادي. ان هشام اصلا شخص ما بيعجبوش العجب، ده اللي مش عارفين. يعني انا لسه بقول ايه؟ لا والله لا على فكره هو شخص عايز تقلبها مدح دلوقتي. ايوه لا هو شخص مختلف، بيعجبه الحاجات اللي هي كده المميزه معينه، لان هو يعني مميز. اخر حاجه بقى الاكل، المزيكا، ذوقنا في المزيكا زي بعض، وبنحب نروح نفس الاماكن. وهشام جمال رغم صغر سنه إلا إنه مميز جدا وفنان شامل جدا، فهو ممثل ومخرج ومؤلف وملحن، ويعني وبجد متعدد المواهب، رغم إنه هو مواليد سنة 93 يعني عنده 30 سنة. وهشام جمال رغم صغر سنه إلا إنه بيمتلك شركة إنتاج خاصة بيه، أسسها في عام 2008 ووقتها كان عنده 16 سنة، وبدأ أول أعماله بفيديو كليب للفنان أحمد مكي اللي هو فيسبوكي، واللي حقق نجاح كبير جدا. والفنان هشام جمال كون ثنائي ناجح جدا مع الفنانة دنيا سمير غانم، إلا إنه حصلت بعد كده بينهم خلافات وانفصلوا فنيا عن بعض، وبعدها بيلتقي بليلى زاهر ويتعاونوا مع بعض في أكتر من عمل، ومن هنا جمعتهم قصة حب، وكانت الناس كلها متوقعة في يوم من الأيام إن هما هيرتبطوا ببعض. أولا هما متفاهمين جدا، والناس كانت شايفة إن في كيمياء بين هشام جمال وليلى زاهر. واللي أعلن الخبر منذ ساعات قليلة هو الفنان أحمد زاهر والد ليلى زاهر، وأعلن بنفسه الخبر على صفحته الشخصية وقال ألف مبروك للعروسين. وعلق كمان الفنان أحمد زاهر وقال ألف مبروك لروح بابا وحبيبة قلب بابا ليلى، ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين. وعن الفنان أحمد زاهر عنده 4 بنات أكبرهم ملك، وبعدين بعديها على طول ليلى زاهر وبنتين كمان صغيرين، وهو عنده 4 بنات ما عندوش ولاد أبدا. أما عن الفنان أحمد زاهر فواضح إن هو عنده وعي ومتفتح، لأنه يعني ما تمسكش بإن الكبيرة هي اللي تتجوز الأول أو تتخطب الأول، ما كانش عنده مانع أبدا إن ليلى تتخطب قبل ملك، ولأنه في النهاية طبعا ده اسمه ونصيب. أما عن علاقة ليلى زاهر وأختها ملك فهم أصحاب جدا وبيحبوا بعض جدا، بيعملوا فيديوهات كتيرة جدا مع بعض، ودايما بيظهروا مع بعض كثنائي، واضح إن هم مرتبطين بشكل مش طبيعي. وتهانينا ليلى زاهر وهشام جمال وألف مبروك. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، واستنوني في فيديو جديد. باي.